الرسالة من خلال حضرتك للعالم كله ان محدش هيقدر ينال من عظمة الحضارة المصرية. لما جت مجموعة من اللصوص والإرهابيين دخلوا المتحف ده وحاولوا ان هم يكسروه، المتحف رجع احسن من الاول. القطع اللي سرقوها قدرنا نرجع منها جزء كبير، القطع اللي كسروها رممناها، المتحف اللي حرقوه اللي كسروه رجع احسن من الاول. وان شاء الله المتحف الاسلامي كذلك في خلال اسابيع هنفتتحه. الحضاره المصريه اقوى من مجموعه من الفوضويين والارهابيين واللصوص لانها عاشت الاف السنين وهتعيش مدى الحياه ان شاء الله. متحف ملاوي والمتحف المصري يمكن خطه من وزاره الاثار ماشيه فيها دلوقتي، ممكن حضرتك تكلمنا اكتر عن الخطه اللي يعني دلوقتي وبعد كده في الايام المقبله يعني اللي في تطوير الاثار؟ زي ما بقول لحضرتك احنا بنحافظ على الاثار بتاعتنا وبنكمل المتاحف بتاعتنا كلها، مش اللي انت قلته بس حضرتك، بنشتغل في كل المتاحف اللي نقدر عليها. احنا عندنا ظروف اقتصاديه صعبه جدا ان احنا داخلنا قائم على السياحه، والسياحه حضرتك عارف ان هي مش بالوضع الامثل حاليا. متفائلين ان شاء الله ان السياحه ترجع ودخل الوزاره يتحسن ونقدر نستأنف كل المشاريع المتوقفه بقالها سنوات. واشكر حضرتك. بقول للمواطنين المنيا جاهزه لاستقبالكم. المنيا آمنة، المنيا فيها آثار تستحق مشاهدة وتستحق الزيارة. المنيا فيها مناخ وفيها جو وفيها حالة من الاستقرار النفسي تجعلكم تستمتعوا بوقتكم. تعالوا المنيا، اتفرجوا على آثارها، شوفوا حضرتكم. المنيا متحف مفتوح لكل المصريين في انتظاركم إن شاء الله. بعد الافتتاح إن شاء الله هننظم زيارات للمدارس، هننظم زيارات للجامعات. إن شاء الله هيكون في استخدام أمثل لهذه القاعات بالتنسيق مع وزارة الآثار. راديو رسالة، هتشوف الخير بودانك.